أهلا بيكم. النهاردة جاي أكلمكم عن وظيفة عارفها كويس جدا بحكم خبرتي الشخصية كمستشار خدمة معتمد أو مدير استقبال أو كمدير مركز خدمة في توكيلات السيارات. الفيديو ده هو أول حلقة في سلسلة جديدة هتكلم فيها عن كل الوظائف جوه مجال السيارات. الهدف منها إنها تكون تعليمية ومفيدة لأي حد عايز يشتغل شغله بشكل احترافي ومثالي. النهاردة هشارككم كل التفاصيل عن دور مهندس الاستقبال وكل حاجة محتاج تعرفها عن الوظيفة المهمة دي. ركزوا معايا لأن الحلقة دي هتفيدكم جدا سواء كنتوا عايزين تبتدوا شغل جديد أو بس تعرفوا أكتر عن المجال ده. يلا بينا نبدأ. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أهم الوظائف في مجال السيارات، هي وظيفة السيرفيس أدفايزر أو مهندس الاستقبال. سواء كنت بتفكر تبدأ شغلك في المجال ده أو بس فضولي تعرف أكتر عنه، يبقى الفيديو ده ليك. يلا بينا نبدأ. مين هو مهندس الاستقبال أو السيرفيس أدفايزر؟ بصراحة دي أكتر وظيفة مهمة في مركز الخدمة كله، لأن مهندس الاستقبال هو اللي بيربط بين العملاء وفريق الصيانة في الورشة، وهو اللي بيضمن إن شكاوي العملاء بتتسمع وبتتكتب وبيتجاوب عليها من الفنيين. خلينا نوضح أهم مسؤوليات مهندس الاستقبال اليومية. أول حاجة الاستقبال والترحيب. كل حاجة بتبدأ بترحيب شيك. الانطباع الأول مهم جدا، وكمهندس استقبال أنت واجهة مركز الخدمة. ابدأ بتحية ودودة وتأكد من الميعاد اللي سجله العميل. مهم إن العميل يحس بالراحة والترحاب. تأكيد الميعاد بيساعد في تنظيم الشغل وبيضمن إنك مستعد للزيارة. تاني حاجة فحص السيارة المبدئي. اعمل فحص خارجي للسيارة وسجل أي مشاكل واضحة. الخطوة دي ضرورية عشان تحدد أي أضرار موجودة قبل كده وتوثق الحالة اللي استلمت عليها السيارة. كمان راجع تاريخ الصيانة عشان تفهم كل حاجة خاصة بالعميل والسيارة وتحدد لو في مشاكل بتتكرر، وده هيساعدك في تقديم نصايح دقيقة. تالت حاجة الاستماع لمشاكل العميل. اسأل العميل يوصف المشاكل اللي بيواجهها بالتفصيل. شجعه إنه يوضح أكتر لأن المعلومات دي ضرورية لتشخيص المشكلة صح وضمان إن مفيش حاجة تتنسي. رابع حاجة الاستفسار الفني. اسأل أسئلة محددة عشان تفهم أكتر عن المشكلة. يعني مثلا المشكلة بتحصل إمتى؟ في أصوات غريبة أو تغييرات في أداء العربية؟ الخطوة دي بتساعد في تضييق الأسباب المحتملة وبتفيد الفنيين في التشخيص. خامس حاجة كتابة أمر الإصلاح. سجل كل التفاصيل في الDMS سيستم الخاص بالشركة وطلع أمر الإصلاح. اتأكد إن كل حاجة العميل ذكرها مكتوبة، لأن أمر الإصلاح المتوثق كويس بيسهل التواصل مع الفنيين وبيمنع أي سوء فهم. سادس حاجة تقديم التكلفة والموافقة. قدم للعميل تكلفة تقديرية وخد موافقته قبل ما تبدأ. الشفافية مهمة جدا هنا. اشرح له التكلفة، الوقت المتوقع للتصليح وأي توصيات إضافية. اتأكد إن العميل فاهم وموافق على الشغل قبل ما تبدأ. دايما خد الموافقة مكتوبة سواء برسالة أو إيميل عشان تأكد كل التفاصيل المتعلقة بالشغل والمبلغ اللي هيدفعه. سابع حاجة تسليم أمر الإصلاح للفنيين. اشرح للفنيين أمر الإصلاح وتأكد من وضوح كل التفاصيل. وضح أهم مشاكل العميل وأي تفاصيل خاصة ذكرها. التواصل الجيد بين مستشار الخدمة والفنيين مهم للنجاح وسرعة عملية الإصلاح. المهارات والمؤهلات. عشان تكون ناجح في الوظيفة دي في مهارات معينة لازم تكون عندك. مهارات التواصل وخدمة عملاء ممتازة، المعرفة الفنية اللي بتساعدك تشرح مشاكل السيارات، مهارات تنظيمية عشان تتابع كل أوامر الإصلاح، وأخيراً الشهادات والتدريبات المستمرة ضرورية عشان تواكب التطورات في المجال ده اللي بيتغير بسرعة. بناء علاقات قوية مع العملاء هو المفتاح. تقنيات التواصل الفعالة زي الاستماع الجيد والتعاطف بتفرق جدا. لما بتتعامل مع شكاوي العملاء دايما خليك محترف وصبور. مكان العمل. مستشار الخدمة بيشتغل غالبا في توكيلات أو مراكز خدمة. هتتعامل مع أقسام مختلفة زي قطع الغيار، المبيعات، وطبعا الفنيين. التوفيق بين سرعة الأداء ورضا العملاء ممكن يكون تحدي لكنه مجزي ومهم جدا. الأدوات والتكنولوجيا. مستشار الخدمة بيستخدم أدوات وأنظمة تكنولوجية زي أنظمة إدارة العملاء CRM وأدوات التشخيص المختلفة. مهم جدا تواكب أحدث التكنولوجيا والبراند اللي شغال فيه. التحديات والحلول. زي أي شغل، وظيفة مستشار الخدمة لها تحدياتها.
منها التعامل مع عملاء صعبين وإدارة حجم شغل كبير، لكن بالتواصل الجيد والتنظيم والروح الإيجابية ممكن تتغلب على التحديات دي بسهولة. مسار الوظيفة وفرص التطور: المجال ده مليان فرص تقدر تتطور فيها. ممكن تترقى لمناصب زي مدير استقبال، مدير مركز، مدير قطع غيار، مدير خدمة ما بعد البيع، أو حتى مناصب إدارية أعلى في صناعة السيارات. الخلاصة: دور مستشار الخدمة أو مهندس الاستقبال مليان تحديات، لكنه مجزي وشيق جدا. لو بتحب العربيات وبتحب تساعد الناس، الوظيفة دي مثالية ليك. لو بتفكر تبدأ شغلك في المجال ده، أتمنى الفيديو ده يكون أفاد. لو عندكم أي سؤال أو استفسار يخص وظيفة مهندس الاستقبال، اكتبوا لي في التعليقات. وكمان قولوا لي إيه المواضيع أو الوظائف الموجودة في مجال العربيات ومراكز الخدمة واللي تحبوا تشوفوها ونتناقش فيها. منتظر رأيكم في التعليقات. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.